دعوات للنزول يوم 25 من التيار المدني، ايه رأي حضرتك فيها؟ لا انا مش معاها بصراحه. ليه؟ اللي احنا شفنا بعد الموافقه على الدستور وكده الاستقرار بدأ البلد والشغل بالنسبه لنا احنا كتجاره بدأ يشتغل شويه. الدنيا مع المظاهرات وكده الدنيا بتقف خالص. ايه رأيك في سياسة الحزب الحاكم؟ والله احنا ما ادينوش فرصه، الشعب ما ادوش فرصه. يعني انا من رايي الناس دي لسه ما خدتش فرصه اللي هي تشتغل. من ساعه ما مسك لغايه النهارده مشاكل وحشود والدنيا بايظه بصراحه. معارض لاي حشد في الوقت الحالي، لانه لازم خلاص الدوله رايحه ناحيه الاستقرار واحنا عايزين استقرار. بندي فرصه للناس اللي موجوده، لو ما ادوش اداء صح خلاص احنا قدامنا وقت تاني نقدر لكن الوقت الحالي وقت انتاج، مش وقت اي حاجه تانيه غير الانتاج. موافق الوزارات تنزل. موافق ليه؟ موافق عشان حال البلد يتعدل، وبعدين عشان نعيش في امان. واديك شايفه ما بتعرفيش تمشي ولا لا تمشي انت ولا مؤاخذه بنتك ولا اولادك. ايه مطالبك الاساسيه يا حاج؟ المطالب الاساسيه تحقق اهداف الثوره. اهداف الثوره ما اتحققتش لغايه دلوقتي. اللي عمل الثوره ما اتحققتش. انا مطالب طبعا ان هي تحقق مطالب اللي هي 25 هي عامه، اللي هو مثلا لو يبقى مثلا ما يبقاش مش اخوانة الدوله بس، ما يبقاش مثلا في حزب واحد مسك الحاجات كلها، ولو فعلا مسك حزب واحد بس حتى نشوف ايه اللي حصل. يعني احنا سامعين ان الاقتصاد منهار، مش عارفين الكلام ده حقيقي ولا مش حقيقي. مفيش كلام من الرئيس طلع ياكد الكلام دوت، واللي طلع برده مفيش اثباتات. يعني الرئيس طلع برده من كام يوم في الخطاب بتاعه قال ان الكلام ده مش مظبوط، ساعتها برده لسه تاكيدات ان الكلام ده برده فيه انهيار ومش عارف ايه. فعايزين بس واحد يفهمنا ايه الدنيا ماشيه ازاي. ما ينفعش تحط قانون ضده، حاجه ممكن تبقى من الناس نفسها. يعني برده ما ينفعش انا ابقى عشان اتظاهر عشان اخد حقي اكسر طريق على ناس او اعمل مشكله مع واحد. لا يا فندم انا مش موافق، لازم اعرف اصلا ايه التوجهات وايه المطالب وهم عايزين ايه اصلا عشان انزل ولا انزل. ده حاجه سيدنا النبي قال لا تكن امعه، يعني لازم ابقى ماشي وانا مش الناس ماشي امشي وراها. لازم يبقى فيه مطلب اساسي عاوزينه. احنا دلوقتي عاوزين مجلس الشعب الاول يخلص، مجلس النواب اللي هو بعد الدستور الجديد، علشان بقى المركب تمشي. التظاهر ما هو اصل لازم يكون بقى محدد ومقنن. يعني مثلا يبقى في منطقه يتظاهروا فيها، يبقى في حاجه يبقى الناس كلها عارفه ويطالبوا ويقعدوا ويقولوا اللي هم عايزينه. اما ان انا اقفل ميدان التحرير كله والناس كلها متعطله والناس كلها مخروب بيتها، طبعا حرام. مؤيدين طبعا لاسقاط الدستور، لان طبعا المطالب غلاء الاسعار والحاجه ومفيش الشعب مش شايف اي حاجه مظبوطه. يعني برضه لازم اعرف اسباب النزول عشان انزل لازم اعرف ايه هنزل عشان ايه؟ عشان قانون الانتخابات ولا عشان ايه بالظبط؟ هنزل عشان ايه؟ عشان التشريعات اللي ماشيه اليومين دولت ولا عشان ايه؟ ده مش كويس، ده وقفان حياه. يعني هو اساسا التظاهرات دي مضره بالبلد. حقوق ايه؟ حقوق بالتظاهرات في يعني التظاهرات في زاد عن اللزوم. يعني ما اعرفش يعني ايه المطلوب من المظاهرات؟ يعني ليه ايه المطلوب من المظاهرات؟ ليه السبب؟ يعني حضرتك رافض نزول يوم 25؟ طبعا انا رافض.